صباح الفل على كل الزملاء الجمال. احنا قلنا من اول الفيديو هنبتدي نتكلم على الادفانس سيلينج سكيلز او سيلينج سكيلز اللي هي فيها الكول اللي بتتاخد في شركات المالتي ناشونال. هنبتدي نتكلم عليها. اول حاجه لما تخش هيقول لك في حاجه اسمها الكاستمر جيرني. ايه هي الكاستمر جيرني دي؟ حاجه بيسموها البراند بوندنج لادر، ما اعرفش هم لسه بيتكلموا عنها ولا لا، بس هي حاجه ظريفه ان انت تبقى عارفها، بحيث لو قاعد في قاعده كده وترمت كلمتين تبقى انت عارف هم الناس دي بتتكلم في ايه او الدنيا ماشيه ازاي. ايه هو الكاستمر جيرني دي؟ هو الدكتور بيكتب ولا ما بيكتبش، وعلى اي درجه من الكتابه او الانفورميشن بتاعته على اي درجه. يعني هي حاجتين مش حاجه واحده، حاجتين مش حاجه واحده. اكوردنج للانفورميشن فهم بيقولوا والله احنا بنعرف الدكتور لو هو اولا ريتش يعني ايه؟ يعني الراجل ده ما يعرفش اي حاجه عن البرودكت بتاعنا، فدي نمره واحد. كده دكتور في منطقه ما يعرفش حاجه عن الدواء بتاعك، تمام كده. الحاجه الثانيه اكوزيشن، المرحله الثانيه اكوزيشن ده ان انت دخلت وكلمت الدكتور وبدا يستحوذ البرودكت على اهتمام الدكتور. يعني في جزء من دماغ الدكتور بدات انها تاخد الانفورميشن بتاعتك وبدات انها تقارنها بالبراند او بالكومبيتيتور بتاعك، فيبقى ده بيسموه الاكوزيشن، تمام كده. هو بعد كده هو بيبقى حاجه اسمها الكونفرجن من اسمها واضح، التغيير. ان الراجل الدكتور بدا ياخد حالتين او ثلاثه، عايز يجرب البرودكت بتاعك فيهم، وبالتالي ابتدى ان هو يجرب البرودكت دون مع حاله او اثنين او ثلاثه، فبيسموه كونفرجن. ان هو بدا يغير كونفير من حاجه لحاجه، يعني من براند اللي هو الكومبيتيتور بتاعك للبراند بتاعك. ثم انجيجمنت. يعني ايه انجيجمنت بقى؟ يعني الدكتور بدا يتطوع هو بنفسه كمان ويقول لك على ان الحالات اللي جرب فيها الدواء دي بترجع له بريزلت كذا، ايجابيه سلبيه، بيبدا يتكلم عن البرودكت بتاعك. بدا يبقى فيه انجيجمنت، يعني بدا الدكتور مش انت بس اللي بتتكلم عن البرودكت، لما بتخش الدكتور كمان بيبقى عنده تجارب وخبره في البرودكت بتاعك، فبدا ان هو ينقل لك الخبره دي. دي الاربع مراحل اكوردنج للانفورميشن اللي هي قلنا عليها الريتش، اكوزيشن، كونفيرجن، انجيجمنت. ادي الاربعه. طب اكوردنج للاستعمال بقى للبرودكت نفسه، فهتبقى هم تقريبا قايلينهم من الناحيه الثانيه، بس هيبقى ليهم مسميات ثانيه. اول حاجه اللي هو نون يوزر، دكتور ما يعرفش حاجه عن الدواء بتاعك او يعرف وما بيكتبش، فهو نون يوزر، تمام. تاني واحده اللي هي الترايل. فاكر انت لما بتنهي الكول بتاعتك والنبي يا دكتور يعني او يا دكتور حالتين ثلاثه، اللي هو الترايل، ان هو الدكتور بيجرب الدواء بتاعك في حالتين او ثلاثه. او بيسموه انترميتنت، متقطع، يعني مجرد ما بتزوره يروح كاتب في حاله وينسى، حاله وينسى، ده ترايل. كل ده بيعتبر تحت الترايل. طب احنا قلنا انترميتنت متقطع، يبقى اللي بعديها ايه؟ ريجولار يوزر، يعني الدكتور بيستخدم البرودكت بتاعك في حاله ما، لكن في كل الحالات بتاعته لا. في الحاله دي بنسبه 70 80% لا، 10 20%، فده بيسموه ريجولار يوزر، مستخدم للبرودكت بتاعك. اعلى مرحله وهي بيسموها ايه؟ الادفوكيت دون، اللي هو عباره عن ان الدكتور ابتدى هو يتحول الى المحامي بتاعك في كيس معين. يعني انه بيستخدم انتي بيوتيك في سكين وسوفت تيشو انفكشن، بدا يكتب في رينج 70 80% من حالاته البرودكت بتاعك او الانتي بيوتيك بتاعك في السكين والسوفت تيشو انفكشن. خلصناهم، دي بيسموهم الكاستمر جيرني. طب الكاستمر جيرني دي على ارض الواقع بتتعمل معاك وانت لا تشعر بيها. ازاي؟ حضرتك قررت ان انت تشتري تلفزيون، فقعدت تقرا شويه. احنا بصفاتنا طبعا في ناس بتنزل كده وتخش المعرض تتفرج على التلفزيونات، فهو ما عندوش اي انفورميشن. وفي ناس زينا يقعد يسال زميله ومش عارف ايه ويعمل ايه، كولكت انفورميشن، فيجمع انفورميشن، تمام كده. فانت اولا بتبقى في مرحله الريتش، انا عايز تلفزيون معين، لكن ممكن واحد زميلك يقول لك على تلفزيون تاني، فبتقعد تجمع انفورميشن. فدي مرحله الريتش. منها للاكوزيشن، اللي هو انت بدا اهتمامك بحاجه معينه انت عايز تشتريها، او بدات تقارنها بالحاجات التانيه. فبتخش للمعرض، فبتلاقي شاب ظريف شغال في السيلز بيقول لك اقدر اساعدك ازاي؟ بكل بساطه. فحضرتك تقول له والله انا عايز، لو انت عندك قرارك انا عايز التلفزيون الفلاني، كام بوصه؟ فيقول لك 100 و 180 بوصه، تمام كده. اه جميل. طب هو معروض هنا، هو ممكن نوري حضرتك التلفزيون، فتيجي تروح معاه فيوريك التلفزيون لك، وانت قاعد بقى ومبهور بالشاشه ومبسوط وخلاص وعايز تدفع الفلوس، يقول لك ايه بس ليه حضرتك اخترت التلفزيون ده؟ فهنا بص بقى، هي بدايه ان هو يحركك من المربع ده. ازاي؟ حكي لي. اصل والله انا قالوا لي ان هو يعني البيكسل بتاعته حلوه ومش عارف ايه، واتش دي وجميل ومش عارف ايه، وفي 4 USB و15 مش عارف ايه. حضرتك طب ما هو في اعلى منه وبنفس السعر.
بدا يلعب لك في السانتا بيس بتاعك بقى، اللي هي ايه نفس السعر وفي اعلى ايه اللي هو بص التلفزيون ده حضرتك فيه نفس الامكانيات، في ال 15 بتوع اللي انت عايزهم، في اتش دي بس اعلى في البكسل. انت واقف بقى طبعا بتتفرج على الاثنين. اصلا عندنا علميا العين لما بتعدي اللي هو ال 10 اللي هو 1080 بي ده ما بتقدرش يعني انت وصلت للاتش دي ما بتقدرش بعد كده تقارن ما بين الحاجات، خلاص هو بالنسبه لها الاثنين زي بعض. بس ايه هو يقول لك بص ده وبص ده، وانت تحس ان ده جميل فعلا، ده حلو قوي. وده حضرتك مش فيه 15 يو اس بي، ده فيه 17 يو اس بي. في نفس الوقت حضرتك ده بقى في ميزه ان هو ضد الكسر، لو اتحدفت عليه حاجه ما تتكسرش، عشان الاولاد عند حضرتك في البيت. فانت تقول له بس انا لسه ما عنديش اولاد، لسه متجوز جديد. قال له وافرض المدام حدفتك بحاجه حضرتك فين، ممكن تيجي في شاشه تتكسر، فحضرتك هتقعد تعيط عشان انت ممكن تاخدها انت الخبطه في دماغك، ولا الناس تيجي في التلفزيون. لا عندنا حاجه ممكن تاخدها في التلفزيون ما فيش مشكله ضد الكسر، فتبتدي واو فعلا لو حدفتني ممكن بدل ما اخدها في دماغي بدل التلفزيون، لا اخلي التلفزيون ولا ياخدها وهي ما تاثرش. فهو بدا يعمل لك الحاجات دي كلها من الريتش، الاكوزيشن، كونفيرجن من الحاجه اللي انت اخترتها للحاجه الثانيه. وبعد كده يا باشا ايه ابتدى يخش في الانجيجمنت، ان انت تاخد الحاجه اللي هو قال لك عليها، لان هي في الغالب بيبقى عليها سيل اعلى عندهم يعني، او فيها كوميشن اعلى. تمام، صباحكم بيضحك، اشوفكم بخير ان شاء الله. دي اول حاجه في الادفانسد سيلينج سكيلز اللي هي الكاستمر جيرني انفورميشن تبقى عندك. وانا كده كده هنزل الكلمات كلها على الفيديو وهو شغال ان شاء الله. صباحكم بيضحك.